ليه اسرائيل مصممه تخلي شمال قطاع غزه؟ انت سمعت قبل كده عن قناه بن جوريون؟ هات كرسي وتعالى احكي لك القصه. انا مصطفى الغريب وده سؤال. كلنا طبعا متابعين جرائم الاباده الجماعيه والتهجير القسري اللي بيعمله الاحتلال الصهيوني في اهلنا في قطاع غزه وتحديدا في الشمال. وقال ايه؟ عايزين يقضوا على التهديدات الامنيه، وهم عايزين كده فعلا، ولكنهم كمان عايزين يسيطروا على المنطقه ويساووا غزه بالارض. في خبراء شافوا ان الموضوع ده تمهيد لفتح الطريق قدام قناه بن جوريون، وهي ببساطه قناه مائيه بتربط خليج العقبه على البحر الاحمر بالبحر المتوسط، علشان تكون بديل او منافس لقناه السويس، وده بدعم امريكي اوروبي. يعني برضو الهدف تاني هو مصر، لان زي ما احنا عارفين قناه السويس من اهم مصادر النقد الاجنبي للبلد، بجانب انها بيعدي منها جزء كبير من حجم التجاره العالميه البحريه. القناه دي اقترحها رئيس وزراء اللي ما يتسموا السابق بن جوريون في الستينات، ولكنه نام. بس الموضوع رجع تاني لما حصل عطل في قناه السويس في مارس 2021 بسبب جنوح سفينه الحاويات ايفر جيفن، وطبعا احنا فاكرين ساعتها الانجاز اللي مصر عملته لما حلت الازمه دي من غير مساعده وفي وقت قياسي. المهم بقى ساعتها امريكا قالت ايه؟ انها قلقانه ان الموضوع ده يتكرر تاني ويأثر على التجاره العالميه، واقترحت ساعتها شويه طرق تاني بديله بحريه وسكك حديد كمان. وكل ده طبعا كان تلكيكه يعني علشان يزودوا نفوذهم في المنطقه، وكمان عشان يضعفوا مصر ويقدروا يتحكموا فيها. في مقال في صحيفه اسرائيليه سنه 2015 اتكلم عن ان تكلفه حفر القناه دي تقريبا هيكون 55 مليار دولار، واقترحت ساعتها ان المشروع ده ما يكونش منافس لمصر ولكن بالتعاون معاها، واقترحت كمان ان القاهره يكون لها دور في مجلس اداره القناه دي، ويكون في تكامل مع قناه السويس لتوزيع حركه التجاره بين الاثنين. فكل ده كلام كان بياكد ان الخطه موجوده وما زالت قائمه حتى لو الموضوع مش سهل. علشان كده في محللين ومراقبين شايفين ان جزء كبير من اللي بيحصل في غزه ده سببه تامين المشروع. وبرده لو تفتكروا من فتره قريبه كده كان في طريق تاني وهو الممر الاقتصادي للربط بين الهند واوروبا من خلال الشرق الاوسط، واللي وقعت على مذكره التفاهم بتاعته السعوديه وامريكا والهند والامارات وفرنسا والمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي. والممر ده المفروض هيتكون من ممرين، واحد عن طريق البحر والتاني عن طريق سكك الحديد، واتقال كمان انه هيكون منافس لقناه السويس، ولكن ده تقدروا تقولوا شبه مستحيل. ولو حابين نتكلم عنه وعن ليه مستحيل اكتبوا لي في التعليقات. فالفكره باختصار ان الطرق البديله هي هدف للعالم كله، وكل دوله بتدور على مصلحتها وبتحاول تستغل موقعها على الخريطه، لكن ده مستحيل يكون على حساب ارواح اخواتنا في فلسطين. وده ببساطه كان مشروع بن جوريون. سلام.